ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى مش هنعمل ولا وصفة اكل ولا روتين ترتيب ولا مطبخ ولا الحاجات دي كلها. نهتم بقى بشعرنا شوية. هو الطبيعي ان احنا كده كده شغل البيت ورانا يعني مش بنعرف نروح منه في اي حتة. بس ما يمنعش يعني ان احنا نهتم بنفسنا شوية واحنا في ظل الضغوط اللي احنا فيها يعني. النهارده هعمل لكم زيت للشعر. الوصفة دي انا عملتها والبرطمان خلص معايا، ودي المرة بقى بعمله تاني لان عايزة اقول لكم انه حلو جدا. يعني الاعشاب اللي حطيتها مع الزيت، وهو الزيت كده كده زيت الزيتون كلنا عارفين ان هو مفيد. فبيخلي الشعر فعلا تحفة. الناس اللي عندها تساقط في الشعر، مشاكل في الشعر، تقصف والحاجات دي كلها شعرها بيقع، كل الحاجات دي هتتحل لو واظبتي عليه. اهم حاجة ان احنا نواظب على الوصفات اللي بنعملها. شعرنا زيه زي اي حاجة بنبنيها. الزرع لما بتكبريه ما بيكبرش لوحده، لازم بنبقى ايه، بنعتني بيه طول الوقت. فاحنا طول الوقت لازم نكون بنهتم بشعرنا علشان فعلا يبقى عندنا النتيجة اللي احنا راضيين عنها. واهم حاجة كمان ان لازم تكون ما عندناش انيميا، ما عندناش نقص في فيتامينات معينة في الجسم، اللي هو نعمل تحاليل ونخلي بالنا من صحتنا، لان ده مهم جدا لجسمنا ولينا يعني، وكمان مفيد لشعرنا. اي وصفات هنعملها واحنا صحتنا فيها حاجة بتأثر على شعرنا مش هتجيب نتيجة اللي انت عايزاها. ممكن تجيب نتيجة 20-30%، بس النتيجة مش هتعدي 50% معاكي اصلا يعني. وكمان الانتظام بيها، يعني مثلا حمام الزيت ده نعمله كل اسبوع مرة. عايزه اقول لكم بقى الاعشاب اللي هنا عاملاها هي ورق لوري وروزماري وحبهان وقرنفل. حبهان، لا حبهان ايه، احنا نعمل كده شوربه. وحلبة وحبة البركة. تمام. هي هنا البرطمان ده اللي انا كنت عاملاه وخلص. كان فيه زعتر على فكرة، ان انا كنت حاطة فيه زعتر، بس انا الزعتر اللي لقيته مش موجود عندي فمش مشكلة يعني. هفضي بقى البرطمان ده وهصفيه. كانت خلاص خلص، فانا عشان هو حلو فعلا فدي تاني مرة هعمله. فقلت لازم اعمله لكم واقول لكم ان التجربة كانت جميلة بصراحة يعني. انا راضية عنها بصراحة يعني. شايفة ان في شعر ابتدى يطلع صغير اللي هو البيبي هير عند بنتي. ولو انتظمت كمان عليه اكتر هيبقى كويس، لان هي يعني بنتي الكبيرة مش بتحب تحط حاجات كتير على شعرها، بس انا عن نفسي جربته لنفسي مفيد جدا وحلو قوي يعني. فاهم حاجة ان احنا بنلتزم يعني، وان احنا نفضل على طول مهتمين بشعرنا. بنعمل الوصفة دي كل اسبوع حمام زيت. هنا حطيت كوباية مثلا زيت زيتون او برطمان، يعني كمية قد البرطمان اللي انت هتعمليه. سخنته على النار، المفروض ما يغليش. زيت الزيتون ما بيتغليش اصلا، او اي زيت يعني، عشان الزيوت الطيارة اللي فيه ما تروحش. هو هنا كان سخن شوية، عشان كده الاعشاب تحسوا ان هي ابتدت تعمل فوران كده. هحط عليها الاعشاب زي ما انتم شايفين، هغطيه وهحطه على جنب يبرد لحد ما يبرد كويس يعني، وهحطه في البرطمان. هو المفروض ان احنا بنصفيه، ان هو يعني على اساس ان احنا سيبناه مثلا ساعتين 3 يهدى او يبرد تماما، فايه سحب الفايدة بتاعت الاعشاب. بس انا بفضل بصراحة ان انا احطه زي ما هو بالاعشاب بتاعته في البرطمان، وبحطه في مكان ضلمة لمدة اسبوع. تمام. يعني انا هلفه بورق فويل علشان اتاكد ان مفيش اي اضاءه هتدخله، واحطه في مكان ضلمه، الدولاب بقى او مكان في المطبخ مش بفتحه كتير، لمده اسبوع. بعد كده بطلعه وبستخدمه. انتي حابه تصفيه براحتك، عايزه تسيبيه زي ما هو، ده الافضل بصراحه بالنسبه لي، وشايفاه انه الاحسن يعني. هو بيعذب شوية وانتي بتستخدميه، بس ممكن تصفيه وانتي هتاخدي يعني. كل ما مثلا انتي بتعمليه حمام زيت في مرة في الأسبوع، ممكن بمصفى كده تصفي حبة في طبق صغير انتي بتستخدميه للماسكات او الحاجات دي يعني، وبتصفي فيه الكمية اللي انتي عايزاها. بتدلكي بيها فروة الراس كويس والشعر. عايزه اقول لكم اهم حاجه بقى، ان انت لازم تعملي مساج لفروه الراس لمده 5 دقايق او 10 دقايق. بيفرق جدا، بينشط الدوره الدمويه وبيحفز فروه الراس ان هي تاخد الفايده بتاعه الزيوت. اعملوا الطريقه دي واهتموا بشعركم، ولازم كل اسبوع او ماسك وحمام كريم. الحاجات ديت هتفرق كتير معاكم. والفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم بقى عملت ايه. ب... يعني وصفة كده حلوة برضو للشعر، وحلوة جدا تونر للشعر، وكمان ماسك برضو للشعر. اتمنى ان انتوا تجربوا طريقة الزيت دي وتقولوا لي عليها. وباي باي.